اليوم حاضر معنا وجاونا من مدينة سطات جمعية كنوز المستقبل بشراكة، ولكن هذه المرة بشراكة مع المجلس الجماعي بالتعاون مع المديرية الإقليمية للثقافة مدينة سطات، وبتنسيق مع الجمعية الوطنية للتوحد. المهرجان الوطني للتراث الثقافي المغربي للطفل في دورته الثانية، ودورة الفنان عبد العالي الغاوي اللي غيديروا ليه تكريم، بحضور كذلك تكريم الصحفي الفنان المقتدر حميد ندر، بحضور كذلك الصحفي المقتدر حسن حليم، والمؤثر علي المسنوني. وحضر معنا في استوديو برنامج شذا أطفال مديرة المهرجان سلمى الحكيكي، فمرحبا بك. بارك الله فيك. نسيت الشعار شعار أطفالنا سفراء تراثنا. كنشكركم بعدا على الاستضافه. مرحبا بكم، جيتوا مدينه سطات، مرحبا بكم. شكرا بزاف بعدا حيت درتوا هذه الالتفاته عندنا. اي حاجه ديال الطفل مرحبا على الراس والعين. بارك الله فيك. حتى حنا رحنا في خدمه الاطفال الشباب. نعم سلمى، قربي من الميكرو عافاك. عارفين باكثر شكون هي سلمى الحكيكي؟ سلمى الحكيكي المهم عندي 19 عام. بينا في اكثر ياك. المهم حاليا كملت الدراسه ديالي. خديتي الباك؟ خديت الباك، خديت دبلوم تكنيسيان سوبيريور في مجال ديال الانفورماتيك. تبارك الله، كل التوفيق لك. شكرا. حاليا كاتبه عامه في جمعيه كنوز المستقبل، ودابا مديره الفنيه ان شاء الله ديال مهرجان التراث الثقافي المغربي للطفل دورته الثانيه. بيان سور. حاضر معنا كذلك بدر بالا. بدر عبالة، مرحبا بك. بدر عبالة، شكرا على الاستضافه. من بك عافاك. نعم شكرا على الاستضافه، شكرا الاخ مراد، شكرا طاطا فرح اللي احنا جيت سعداء اننا نتواجدوا معاه في البرنامج ديال شذا الاطفال اللي احنا من الناس اللي متابعينا من شحال هذه. وكانت لي شرف اني نكون معكم اليوم صراحه، خصوصا في هذا المهرجان اللي عنده علاقه بالطفل والطفوله ديالو 100%. يعني شكرا على الاستضافه. الدور ديالك رئيس جمعيه كنوز المستقبل. مرحبا بك، كل توفيق لك. نتكلموا على الجمعيه. امتى تاسست الجمعيه وشنو الاهداف ديال الجمعيه؟ الجمعيه تاسست في 2019. نعم. وهذه الجمعيه هي شبابيه 100%، كتهتم بما هو يعني شبابي، بما هو يعني عنده علاقه بالطفوله، ما هو ثقافي وفني. نعم. وكتشتغل يعني مع الشباب في تأطير دورات تكوينيه في شتى المجالات، باش نحاولوا ان الاشخاص اللي يحاولوا انهم يلتجئوا لهذه الجمعيه انهم ياخذوا واحد الصبغه يعني تربويه، اللي كنقولوا دائما خريج الجمعيه خصك تستافد شي حوايج اللي هما زوينين اكيد في اطار الطفوله مع الاطفال الصبيحات. ودابا ان شاء الله هذا العام هذا عندنا عده برامج خاصه بالطفل، يعني كان من هذا المهرجان وعديد الاشياء جايين ان شاء الله من هنا لقدام ان شاء الله. كل توفيق لكم. الله يحفظك. شكرا. ولكن شنو هي الافاق المستقبليه اللي عندكم في جمعيه كنوز؟ الافاق ديال ان بغينا نحاولوا اننا نخليو واحد البصمه في مدينه سطات، اللي غتخلي ان يعني شباب اخرين يكملوا في هذه ما عندكمش فرع هنا في مدينه الدار البيضاء؟ لا، حاليا يلاه فتحنا 2 فروع، يعني فرع في بني ملال وفرع في مدينه برشيد، وان شاء الله. شكرا. امين. انت بوحدك ولا معك اشخاص اخرين اللي اسسوا جمعيه كنوز؟ تقريبا انا اللي كانت عندي البادره الفكره ديال اننا نديروا التاسيس ديال الجمعيه. صراحه لقينا مجموعه ديال الصعوبات في البدايه أكيد. ولكن كيف ما كنقولوا انت عندك واحد الهدف، كل مجتهد نصيب. عندك واحد الهدف باش انك توصل لواحد يعني واحد الهدف خاصك تقاتل عليه. وحنا حاليا دابا كمكتب كنتكونوا من 7 اشخاص، منهم نيت الاستاذه سلمى الحكيكي اللي كاتبه هي معنا في المكتب.
ورجعنا مع ضيوفي اللي جاونا من مدينة سطات. بالمناسبة تحية خاصة وكبيرة بزاف سكان مدينة سطات اليوم في الاستماع، وتحية خاصة لجميع سكان المدن المغربية اللي كيسمعونا من طنجة حتى الكبيرة. معكم تاتا فرح حتى 12 ديال النهار ان شاء الله. حاضرة معنا جمعية كنوز المستقبل بشراكة مع المجلس الجماعي والتعاون مع المديرية الإقليمية للثقافة سطات إقليمية العامة. لا خاصني ندير نضادر للثقافة، لا راه ما غلطتش راهي هذيك الإقليمية للثقافة سطات بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للتوحد. شعار هذه السنة أطفالنا سفراء تراثنا. نعم. علاش هذا الشعار؟ لأننا الأطفال هما اللي قربي من الميكرو. أطفالنا راهم السفراء فعلا ديال التراث ديالنا. يعني الطفل هو أول واحد خاصنا نزرعوا فيه الحب ديال الوطن ديالو عبر التراث ديالو، خصو يتعرف عليه. يعني راه هما كما كنقولوا حنا راه كنخدموا عليهم دابا باش يلبيو حاجيات المستقبل. هادشي اللي قلتي لي قبل قليل بان الورشات يعني هاد لا سيمين كامله وانتم كديروا الورشات باش يلا تخرجوا واحد المنتوج للمهرجان الوطني اللي غادي يكون نهار الاربعاء ان شاء الله. وي شي شهر وحنا كنخدموا على الورشات، دايرين لهم جوج حصص في السيمانه يلا باش الوليدات كياخذوا داكشي من الاول. يعني كنعطيوهم كل ما هو التفاصيل، يعني من الاول غاديين معاهم ايطاب باغ ايطاب حتى باش نحصلوا على واحد المنتوج اللي يكون في المستوى هو اللي غادي يتعرض نهار المهرجان ان شاء الله قدام اولياء الامور ديالهم. نعم. بالنسبه للمهرجان عارفين انه في النسخه الثانيه ديالو، ملي تنقولوا النسخه الثانيه اوتوماتيكون كتكون تجربه، كيكون كنولي عرفت انا كنعرفوا المهرجان كيفاش كيتنظم الى اخره. مني غادي نجيو نقولوا حنا شهر وحنا تنترينيو بالوليدات، شنو هي النوعيه ديال الانشطه اللي كنتو كتخدموا معاهم؟ واش غير المسرح، واش الموسيقى، واش الرقص، واش يعني النوعيه ديال الفنون اللي كنتو كترينيو معاهم على المهرجان؟ اكزاكتومون خدمنا على بزاف ديال الورشات، يعني منهم كاين طبخ؟ لا طبخ ما درناش، العام الجاي ان شاء الله. حاليا خدمنا على الرسم، المسرح، اناشيد، رقصات. الرقصات سمحي لي قطعت رقصات فولكلوريه عندها علاقه بالتراث. اكزاكتومون لان قلتو مغاربي يعني عندها علاقه غير بالتراث ديالنا في التراث المغربي. يعني كل مدينه الفولكلور ديال اكزاكتومون كل جهه. نعم. يعني غادي يكون التعريف ديال الفولكلور وجده مثلا ولا الموروث الثقافي ديال كل جهه. اكزاكتوم شي اللي بغيت نقول. نعم. بالنسبه للوليدات اللي مشاركين ولا اللي كتاثروهم، عارفين انه كاينه واحد الكونفونسيون مع جمعيه ديال التوحد. واش غادي يكونوا فقرات ديال الوليدات الوليدات ديال التوحد بوحدهم ووليدات الاخرين بوحدهم، ولا لا غادي يكون واحد الدمج ما بين الاطفال السويين والاطفال ديال التوحد؟ اكزاكتومون كما كنقول لهم انا ما كنقولش لهم اطفال التوحد، كنقول لهم اطفال مميزين حيت عندهم شي قدرات ما شاء الله، يعني ذكيين. عندهم واحد الذكاء اللي سبحان الله داكشي اللي ما عندهمش في الدمج مع الناس، هما كيخدموا على ريوسهم، يعني كيتكونسونطرا مع راسو. دونك كاينين فقرات اللي غادي يكونوا غير ديالهم، وفقرات اللي غيكونوا غير ديال الاطفال الطبيعيين، وكاينين فقرات اللي كاين فيهم الدمج ديالهم، يعني بحال الرسم، بحال الاناشيد، يعني هادو كيدمجوا فيهم مع بعضياتهم. لا في الحصص ديال التدريب لا في المهرجان غيكون دمج. نعم. الا قلنا المهرجان ديال الطفل، مهرجان الوطني الفولكلور المغربي ياك؟ مهرجان التراث الثقافي، مهرجان وطني للتراث، مهرجان وطني للتراث الثقافي المغاربي للطفل في دورة الفنان عبد العالي الغاوي، والشعار أطفالنا سفراء تراثنا. نعم. شنو اللي قلنا شنو اللي خلاكم انكم تختاروا الطفل بالضبط؟ نقدروا نقولوا المهرجان الوطني للتراث الثقافي ولا التراث المغاربي، وماشي بالضروره الطفل. علاش بالضروره الجمعيه ديالكم جمعيه كنوز اختارت مثلا انها تخدم مع الطفل؟ لان صراحه باش حتى كما كنعرفوا كاينين مجموعه من التحديات دابا اللي كنواجهوها، سواء في التراث سواء هذا، يعني
في العوض ما غادي تعالج واحد اللي هو كبير وديجا ترسخوا عنده شي افكار، يعني هذيك كتبقى ابار. ولكن حنا اختارينا اننا واحد الطفل اللي كما كنقولوا الوقايه خير من العلاج، يعني نصححوا مجموعه من الحويجات اللي كيترسخوا دابا، لا عن طريق الرقمنه، لا عن طريق يعني هذا الذكاء الاصطناعي. بزاف ديال الحوايج اللي كاينين دابا كيخليو الطفل ينعزل على يعني الوطنيه ديالو. نعم. ما كاين طفل اللي ما كيعرفش مثلا على التاريخ ديال البلاد ديالو شحال من حاجه. دونك اختارينا ان الطفل هو اللي يحمل الشعار ديال بلاده، يعني نرسخوا فيه القيمه الوطنيه. اكزاكتومون. هذا هو اللي كاين. مزيان. غادي نقدروا ندوزوا المكتب ولا لي مومبر اللي كاينين في المكتب. عارفين ان المهرجان من تيكون كيحتاج دعم كبير باش غادي ننظموا. يعني ملي كنقولوا مهرجان ماشي هي امسيه، ماشي هو نشاط اللي عادي. كاين مهرجان نهار واحد، هادشي ما بغاش تدخل لي العقلي. هو التتويج يقدر يكون تتويج مثلا لديك الخدمه، حيت ملي كيقول لك خدمه ديال شهر تتويج في ذاك النهار. عرفتش المهم هما يقدروا يشرحوا لنا اكثر. دابا راه مهرجان راه ديجا وراه بحال بادينو. يعني راه كيف ما قالت يعني الاستاذه سلمى، راه ديجا حنا بدينا في هذا التعطيع ديال الورشات اللي حنا كنديروا دابا حاليا، راه بادي المهرجان اوتوماتيكمون. شحال من طفل يعني تقريبا عندكم؟ عندنا حوالي تقريبا 50 طفل، 50-40 طفل اللي معنا ان شاء الله من جميع المدن المغربيه. لا هما حاليا من مدينه 16. نعم 16 النواحي. 16 النواحي. نعم اكثريتهم من باش تجيبوا وليدات من مدن اخرى يبقاو يحضروا لك 2 حصص في السيمانه. صعيب صراحه. كي ملي كنقولوا المهرجان الوطني من الافضل انه زعما يكونوا فيه مشاركين من هادشي اكزاكتومون. حيت كما ذكرتي قبيله، يعني مهرجان غيبغي واحد الدعم اللي هو كبير. يعني اون فوا غادي تبغي تجيب مثلا انت غتقصد واحد المدرسه في واحد المدينه مثلا، خاصك وليدات يجيو ضروري، خاصك ترونسبور، خاصك تكلف بهم. يعني باش طفل صغير راه مسؤوليه خاصك ليه التامين، خاصك ليه بزاف ديال المسائل. يعني راه باش حنا ما كرهناش صراحه كون كان هذا سميتو كان غيكون احسن. يعني كل واحد غيحمل التراث ديالو غيجيبو لمدينه 16، فكانت غتكون فكره رائعه. ولكن راه ما يعني كتشوف الدعم ما معاونش. هذا هو اللي كاين. حنا يعني يعني حنا حاولنا نشوفوا القرى يعني المجاوره لمدينه 16. نعم. وحاولنا نديروا يعني ضيف يعني المفاجاه ديال هذا المهرجان احد المدارس اللي غيكونوا هما يعني حاضرين معنا ان شاء الله، وهما ضيف الشرف ديال هذا يعني من الدرجه الاولى ديال هذا المهرجان. ما فهمتش قصدك. يعني المهرجان درنا فيه واحد المفاجاه اللي هي ان تكون مدرسه من احد المدارس في احد البوادي في مدينه 16. نعم. غتكون معنا ان شاء الله في المهرجان. يعني عطينا واحد الضوء لهاد الفئات هما يجيو يكونوا معنا ديال التوحد. لا هما اشخاص عاديين معنا نيت من احد من خميسي برحال من احد دواوي. كيف قال مراد، علاش اختاريتوا التوحد هاد السنه؟ علاش بغيتوا تسلطوا الضوء على الاطفال التوحد؟ السنه اللي فاتت في النسخه الاولى قلتوا لي ذوي الاعاقه. نعم. هذا العام درنا التوحد نظرا ان بغينا نحاول نديروا واحد الدمج ما بين الطفل العادي ولا تحسوا بهذا الموضوع ونعطي واحد الاحساس ان راه كاين حتى الطفل ديال التوحد راه هو قادر انه يدير واحد الاكتيفيتي، قادر يدير واحد النشاط، وقادر انه يندمج مع الطفل العادي. يعني ماشي نقولوا ديال التوحد صافي لا ما نقدروش نديروا مع ما نقدروش ندمجوا معاه. الاغلبيه عنده الفكره ديال ان الطفل ديال التوحد صعيب ما تقدرش تحكم فيه بزاف ديال الحوايج كثير حركه. يعني كيقدر يقول لك اي ديال الاعاقه ممكن غادي تتعامل معاه بشي طريقه، ولكن ديال التوحد راه ما كاينش كيفاش. يعني خاصو اطر خاصه، هي اكزاكتومون خاصو اطر خاصه. ولكن راه هما كيديروا مجهودهم ديال على انهم يعطيو واحد المنتوج حتى هو راه بحال طفل عادي كيقدر يعطي وياخذ. يعني عادي خدمنا معاهم شفناهم يعني كيقدر يتواصل بشكل عادي. نعم سلمى الحكيكي. فاصل غنائي، ولكن من بعد الفاصل غادي
غادي يكون معنا الطفل آدم من جمعية كنوز المستقبل، وكذلك ضيف آخر، فمرحبا بكم. ورجعنا معكم هذه 11:30 دقيقة. كنجد ترحب الأطفال اللي عاد التحقوا بنا اللحظة الاستماع إلى برنامج شدا أطفال مباشرة من شدا FM. حاضر معنا من جمعية كنوز المستقبل الطفل آدم الغالي، كذلك أمين الجمعية، أمين المال الجمعية، أمين مال الجمعية، جمعية كنوز، رئيس مهرجان ديال ورئيس مهرجان الطفل ياك في دورته الثانية. تمام. نعم، فمرحبا بكم. صافا آدم، لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير؟ بخير. عرفنا بنفسك أكثر، شكون هو آدم؟ سميتي آدم الغالي، عمري 12 عام، 13 13 بحال الله يرزق الصحة والسلامة. كمل. كنقرا في المستوى الثاني إعدادي. الهوايات ديالك آدم؟ الغناء. من غير الغناء؟ والمسرح. من غير المسرح؟ والرسم. ومن غير الرسم؟ صافي صح، يعني الرسم، الغناء، المسرح. المسرح. امتى تسجلتي جمعية كنوز؟ تسجلت شحال كانت عندك من سنة ملي أول مرة غتمشي جمعية كنوز؟ كانت عندي 12 عام هذاك العام. صافي، ملي كنتي صغير ما كنتي في شي جمعية؟ لا، مشيت جمعية، مشيت جمعيات أخرى. جمعيات أخرين. داكوغ. وفي 12 عام تسجلتي ونخرجتي داخل جمعية. الجمعية تقريبا شحال فيها من منخرط تقريبا فيها شي 22 منخرط تقريبا. كاينين اغلبيه فتيات واغلبيه الشباب ديال الكليه ديال لافاك. والاطفال شحال تقريبا داخل الجمعيه؟ اطفال كاين شي 30 طفل تقريبا. وجمعيه تاسست سنه 2019 شهر 5. كل التوفيق لكم ان شاء الله. شكرا. نعم مراد، نعم. تفضل. انا السؤال ديالي هو انه المهرجان ديال الطفل هذه السنه غادي يكون في القصبه الاسماعيليه. نعم. قبيله في الحوار مع الاخوان قالوا انه غادي يكون في القصبه الاسماعيليه. علاش تم زعما الاختيار ديال القصبه الاسماعيليه هي فين يكون فيها الفعاليات ديال المهرجان؟ دابا كما شفتي الاخ مراد، المهرجان كيدوي على التراث ديال المغرب، واصل القصبه هي واحد المعلمه تاريخيه في مدينه 16. علاش اختارينا حنا المهرجان يكون تم؟ لان المهرجان عنده تراث، فهمت؟ نعم. ولكن القصبه الاسماعيليه في مدينه 16 زعما صالحه للمهرجان ولا لا؟ صراحه شويه الخشب مكرفسه شويه، خاصه اصلاحات. نعم. نرجع مع الطفل آدم قالوا لي كتغني. شنو المشاركه ديالك؟ اين اغنيه غتشارك داخل الجمعيه؟ اين اغنيه؟ اشارك بواحد اغنيه ديال تراثي في المهرجان ديال المهرجان. نعم، في المهرجان الوطني ديال التراث الثقافي المغربي للطفل في دورته الثانيه. شنو المشاركه ديالك داخل المهرجان؟ الغناء والمسرح. الغناء اين اغنيه عيشي يا بلادي، اغنيه وطنيه وما كرهناش نسمعوا شي مقطع منها. واخ يلا تفضل آدم. تيست. عيشي ويا بلادي، عيشي ويا بلادي، عيشي ويا بلادي، عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير. عيشي ويا بلادي، عيشي ويا بلادي، عيشي ويا بلادي، يا أم كريمة فايضة بالجود وبالخير. نوصف محاسن لالا مكمونة، لوصف لالا مكمونة، لوصف مكمونة، لوصف كان عندي صوت كندرت لكم غالبا. لوصف عروسة محروسة فاح منك مسك وعبير لالا مكمونة، لوصف مكمونة، لوصف مكمونة، لوصف. وانتي راح تروح كل منظار وشم هواك واسمع فيك
الطير كيسبح باسم القدير، ويا بلادي عايشي ويا بلادي عايشي ويا بلادي عايشي، هي 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 عايشي عايشي ويا بلادي عايشي ويا بلادي عايشي ويا بلادي عايشي عايشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير عايش. برافو ادم. شكون اللي اكتشف هذه الموهبه في السطاج؟ تبارك الله ما شاء الله. شكون اللي اكتشف شكون هذه اللي الموهبه؟ اكتشف الموهبة؟ جمعيه كنوز ولا شي واحد اخر اللي اكتشف ان ادم تيعرف يغني؟ اكتشفني واحد الاستاذ قبل من اللي هو سميتو من الجمعيات باش نديروا ليه تحيه. استاذ عبد الاله منصف، تحياتنا ليه. في واش من سنه فاش كنتي ديك الساعات كتقرا فاش اكتشفوك انك كتغني؟ الرابع الرابع فايت لك شاركتي نعم شاركتي في مهرجانات حفلات داخل الوطن خارج ارض الوطن. داخل حتى الوطن داخل. واش ما شاركتيش في برامج ديال الاطفال ديال لا الترفيه؟ شاركت اها وشنو وقع؟ وشنو وقع؟ الحمد لله الحمد لله تقصيت الحمد لله تقصيت ياك ادم. لا ماشي شحال ماشي شنو هما البرامج اللي شاركتي فيهم؟ اه شنو هما البرامج اللي شاركتي فيهم؟ برنامج واحد هذاك ديال وليدات بلادي اللي داز في الاولى. اها الاولى مزيان. كاينين برامج ديال بحال ذا فويس كيز. بحال فويس كيز. ما حاولتيش انك تشارك فيهم، ولا كان عندك امتحانات ولا كانت عندك شي ظروف اللي ما خلاتكش انك تشارك في هذه البرامج العربيه؟ ما كنتش عارف البلايص اللي نقدر ندفع عليهم. ما كاينش شي واحد اللي يوجهك فين نمشي. ما كانش شي واحد يقدر يوجهني باش نمشي لذاك البرنامج. وان شاء الله علاش لا؟ ان شاء الله. وتبارك الله عندك موهبه ما شاء الله، حنجره ذهبيه ما شاء الله عليك. شكرا. كل التوفيق ليك. محمود الادريسي السطاتي ياك ادم. صافي من هنا لقدام محمود الادريسي السطاتي. امين. صافي. شكون هو الفنان اللي كتسمع ليه ادم؟ اوكي وبحال كنقولوا القدوه ديالك، بغيتي تكون بحالو. طرابي كتغني طرابي ان شاء الله نسمعوك في طرابي. قول شكون في طرابي؟ لا في طرابي. اول مغني غنيت ليه في الطرابي هو ملحم براكش. غنيت ليه اغنيه ديال على بابي واقف امرين. ما كرهناش نسمعها بصوتك. وفي المغربي شكون؟ في المغربي الشبابي. مغربي شبابي. اوكي شكون؟ كاين جوج اللي هما زهير بهاوي وسعد المجرد. اش كنت باغا نقولها لك. والمغربي كلاسيكي كاين بزاف شحال فنانين، ولكن اللي كيجيو ليا مع صوتي محمود الادريسي و شكون اخر؟ صافي سولني انا شكون اخر. صافي دونك غادي شنو قالنا غادي نسمعوا طرابي. شكون اللي قالنا؟ على بابي واقف امرين. بعد الفاصل غادي بعد الفاصل غنرجعوا مع ادم الغالي مع اغنيه على بابي واقف امرين. رجعنا من جديد مع جمعيه كنوز المستقبل، ولكن جاونا هاد المره لانهم غادي ينظموا مهرجان الطفل. انا باقا ما فاطراش علاش مركزاش. مهرجان الوطني للتراث الثقافي المغاربي للطفل، دورة الفنان عبد العالي الغاوي تحت شعار أطفالنا سفراء تراثنا. حاضر معك آدم الأب ديالك السيد عمر الغالي ولا الغاوي؟ الغالي. السيد عمر الغالي، تحياتنا لك السيدي عمر، تحياتنا لك. الله يطول في عمر آدم والله يطول في عمرك وتشوف وليداتك كيف ما كتمنوا. عندك خوتك؟ عندي. قول سميتهم. سالم بدر. عندي ما فطرتيش؟ لا نسيتي سميت خوتك؟ لا نور الدين وبدر وايمان وجمال. تبارك الله. انت صغير؟ انا صغير. كاين جوج توام. كاين 3 خارج ارض الوطن. انت الصغير؟ انا الصغير. غتكون عزيز. واحد فيهم كيغني بدر الجابوني. سميتو بدر الجابوني.
بدر جابوني. وان شاء الله يكون حاضر معنا شي مره مراد يصادفوا في البرنامج ديالو. ياك مراد؟ مرحبا. راه مراد عنده البرنامج حد البهجه من 7 الصباح. تيغني الراي. صافي مراد يصادفوا. انا نصادفك غنتا. انا الاطفال هو الكبار. ودابا غنسمعوا على بابي واقف قمرين. تيست 1 2 3. نعم شويه خذ نفس. على بابي واقف قمرين، واحد بالسما والتاني يغلى من العين بيفهم في الوما. على بابي واقف قمرين، واحد بالسما والتاني يغلى من العين يفهم في الوما. على بابي واقف قمرين يا قمرنا بالليالي احنا العاشقين، يا طالع بالعلالي خلينا سهرانين. يا قمرنا بالليالي احنا العاشقين، يا طالع بالعلالي خلينا سهرانين. ولا نجمة بين هلالين ولا نسمة بين قمرين، ولا نجمة بين قمرين ولا نسمة بين هلالين. الناس عندهم قمر وانا عندي قمرين. على بابي واقف قمرين، واحد بالسما والتاني يغلى من العين بيفهم في الوما. على بابي واقف قمرين، واحد بالسما والتاني يغلى من العين يفهم في الوما. على بابي واقف قمرين. ناضي كناضي. احنا العاشقين اطلع بالعلالي خلينا السهرانين. من القبيله محمود الادريسي 16 ودابا ملحم بركات 16. حتى مزيان ياك. مزيان ادم. قلنا من غير عارفين ان كاينه موهبه ديال الغناء، عارفين ان كاينه موهبه، كاين الصوت، كاين الاداء، كاين الحضور، كاين هادشي كامل زوين الله يعطيك الصحه. مي مع القرايه ديالك اشنو غادي يكون ادم؟ حيت اغلبيه ديال الفنانين اللي كيكونوا ناجحين كتلقاه انه راه عنده واحد الخدمه اللي ناجح فيها وسميتو وميم طون كيدير الغناء. شنو هي المهنه اللي انت كتحلم انه من تكمل قرايتك تخدم فيها؟ طبيب، مهندس. مهنه اللي نقدر نحلم ولا تحققات. ماشي الا تحققات، الا خدمت انا باش تحقق. انا باش تحقق. نعم. نقدر ندير طبيب جراح. طبيب جراح. طبيب جراح. حفظ طبيب جراح يعني. حفظ طبيب جراح ده جورج واسوف. طبيب جراح. قلوب الناس داوية. علاش اختاريتي مثلا انك تكون طبيب جراح؟ باش علاش طبيب جراح نفتح ليه كرشو. ما كاينش. حيت طبيب جراح مهنه صعيبه شويه، خاصه التدقيق وخاصك تبقى وانت في حياتك تخدم عليها. وانت في حياتك انسان مدقق ولا لا؟ شويه. هادشي اللي قلت شويه. عرفت كيف من يكون في العمليه غادي يخدرهم بالغناء، يغني لهم كاين هذه دراسه. كاينين بعض كيداويهم بالموسيقى. لا هو يداوم بالغناء. ولكن وراه فهمتيني ستاج الاخر باقي انا حر. باقي يا سيدي انا حر. باقي تغني انا حر. واخا سيدي ما بقاش لنا بزاف الوقت، ولكن ديال محمد الحياني. يلا سيري محمد الحياني رحمه الله. يلا تفضل. فين هو الماء؟ زعما الماء اش ما شربتيش الماء؟ سال الماء. يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته عجبني. يا سيدي انا حر انا حر انا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وبني. حلو الليمون
سلمت امري فرحني او يعذبني دابا تحبو تهضر ويغلبك كيف يغلبني ديك الساعة جاوبني حلو الامور سلمت امري فرحني او يعذبني دابا تحبو تهضر ويغلبك كيف يغلبني ديك الساعة جاوبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر بغيت عليك غاب شويه عليك يا من على الزربان لا ما الزربان ما زربانش غاب شويه حنا بغينا نستمتعوا بصوت ولكن ماشي مشكل. هذه المره دايزه مع جيتي مع جمعيه كنوز ديال المستقبل ومع المهرجان الوطني اللي غادي يكون نهار الاربعاء ان شاء الله مع 5 عشيه في مدينه سطات في القصبه الاسماعيليه. غتوعدنا انك غتجي غتحضر معنا مره اخرى في برنامج الاطفال ان شاء الله. يلا كمل. انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني سيدي انا حر انا حر انا حر بغيت نذوق الحب خلينا ردو بني حلو الامور سلمت امري فرحني او يعذبني دابا تحبو تهضر ويغلبك كيف يغلبني ديك الساعة جاوبني حلو الامور سلمت امري فرحني او يعذبني دابا تحبو تهضر ويغلبك كيف يغلبني ديك الساعة جاوبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني وعجبتيني حتى انا جبتيني انا ومراد جبتينا. برافو تبارك الله عليك الله يعطيك الصحة. سيدي انا حر انا حر انا حر بغيت نذوق الحب خلينا رد وبني. قبل ما نسالي ونسولك سؤال واحد اخير لك، شنو اللي خلاك انه يكونوا تيعجبوك الاغاني الطربيه والاغاني المغربيه الكلاسيكيه؟ قالك بان باباه وماما كانوا كيغنيو، يعني قلت لي ملي جبتي هذا الصوت قلت لي واش ويراتي؟ قال لي الاب ديالي والام ديالي كانوا كيغنيو. ولكن هي بابا وماما كيغنيو ولكن الاخ ديالو كيغني الراي. لا نقول لك دابا الصراحه دابا ملي كنت صغير ما كانش عندي ماشي ديال الطرابي نعم هادشي التقليدي، ولكن ملي دعموني والديا وماما دعمتني مزيان قالت لي احفظ الاغاني الطربيه حيت هي الاغاني اللي غتقدر توصلك، فهمتي؟ هي اللي غادي تقاد لك العرب الصوتيه ديك العرب الصوتيه وتولي شي حاجه كبيره. ملي قلتي العرب الصوتيه خاصها تدخل كونسيرفاتوار. ما كيداروا حتى كيكون انسان ناجح وفنان كبير عاد باش كيقدر الانسان يفكر فيهم. حيت الا درت فيهم من دابا دغيا غيمشيو بصح دغيا غيطيروا. الله يعطيك الصحة. ما كتفكرش انك تدخل كونسيرفاتوار؟ اكزاكتومون. لا داخل برافو. فين؟ في سطاتني في الخزانه البلديه. داكور. وشنو كتعزف على شي آلة؟ بيانو. وشنو اخر؟ علاش بغيتي تعزف عاوتاني من غير البيانو؟ شي الآلة اللي كتعجبك، الآلة الموسيقيه اللي كتعجبك؟ جيتار. داك يعني من البيانو غدير الجيتار ان شاء الله. العود مزيان في الاغاني الطربيه. الاغاني الطربيه قال لك مراد العود كنفكر مزيان. وصراحه ما سخيناش بكم، ولكن بدر عنده واحد باغي يشكر واحد السيد عاونوا في المسار ديالو بانه بعجاله سي بدر. شكرا لك ادم. شكرا تبارك الله عليك. شكرا لك. زيد اجي عند مراد ما كاين حتى مشكل. بغيتي تدوي مع الميكرو ديال مراد ضروري ما نساوش شي واحد اللي عاوننا ملي كانت عندنا صعوبات باش نوصلوا هادشي اللي وصلنا ليه دابا. خاص واحد ما ينساش شي واحد اللي شجعو وملي كان هو في امس الحاجه. يعني شكون هو هذا الشخص اللي شجعك وساندك وقالك علاش لا تدير جمعيه ديالك؟ صراحه كيف ما خصنا نشكروا الناس اللي عاونونا ووقفوا معنا ما نكونوش نكارين الخير. بيان سور خصنا نكونوا نكارين الخير. السيد اللي هو سي عبد الرحيم العفيفي اللي كنقدم ليه الشكر لانه عبد الرحيم العفيفي. تحياتنا سي عبد الرحيم العفيفي اللي فعلا هو اللي قدم لي المساعده وحاليا مازال كنستند ليه
وكنحاول انني ناخذ من عنده بزاف ديال الاشياء. نعم. وحنا ديما كنقول باقا ما تعلمناش. بعجاله امتى غادي يكون المهرجان في اين ساعه وفي اين بلاصه؟ المهرجان غيكون ان شاء الله يوم الاربعاء 11 دجنبر بالقصبة الإسماعيلية إن شاء الله. الدعوة عامة والدخول بالمجان. على الساعة 5 مساء. كل توفيق لكم. شكرا لكم وشكرا على الاستضافة. شكرا أخ مراد. شكرا لك أخت فارة على الاستضافة والتوفيق مرحبا لنا ولكم إن شاء الله. آمين. شكرا. مرحبا. صراحة ما سخيناش بكم. آدم تبارك الله عليك آدم الغالي. تحياتنا للأب ديالك اللي جا مشجعك ومساندك. تحياتنا لجميع الآباء الأمهات اللي كيساعدوا وليداتهم وكيشجعوهم وكيساندهم. تبارك الله على سلمى الحكيكي. تبارك الله عليك. أشرف نجيد وبدر عبالة بدر عبالة اللي هو رئيس جمعية كنوز. مراد تبارك الله عليك. ما تنساوش هذه الحلقه راهي مسجله غتشوفها في لاباج فيسبوك شدا اف ام ولا سوغ يوتيوب شدا اف ام. شكرا لعمال اللي كان معنا في ديجيتال لتصوير حلقه اليوم. كانت معكم فرح نعيم وراء الميكروفون اعداد وتقديم برنامج شدا اطفال. شكرا لك مراد اللي رافقتني اليوم في اخراج حلقه اليوم وكذلك شاركتينا في برنامج شدا الاطفال. تحيه طيبه. قلتي الموجز ياك يكون معنا الموجز مع يمكن تبابي. كذلك سارة عزمي من 3 ل 5. نهاية أسبوع موفقة وبداية أسبوع موفقة بإذن الله. كانت معكم فرح نائم وراء الميكروفون. تهلاو في روسكم تهلاو في والديكم وعطلة سعيدة لجميع الأطفال.